السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء، طلاب الفرعون في كل مكان في مصر. أهلا بكم حبايب قلبي دفعة 2025. النهاردة بإذن الله هنشرح الدرس الثالث اللي هو بعنوان مصر في عصر الفاطميين. فكل ما محتاجه منك في الفيديو ده انك تسمي الله وتصلي على رسول الله وتجهز ورقة وقلم وتستناني. يلا بقى يا صديقي نشوف الدرس الثالث بيتكلم عن ايه. بص يا باشا، انا قلت لك العنوان مكتوب مصر في عصر الفاطميين. قبل ما ابدا اشرح لك الدرس عايز اعمل لك تمهيد كده على الدولة الفاطمية، اعرفك مين اللي عمل الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دي اتعملت فين وكانت معمولة نسبة الى مين، وكمان ايه هدفها لما تيجي مصر وتاخد مصر وعايزة تعمل ايه. بص يا باشا، نسمي الله كده ونصلي على رسول الله ونجيب البرد. انا دلوقتي هكلمك على ايه؟ هتكلمنا يا مستر على الدولة الفاطمية. عايزك تعرف ان الدولة الفاطمية دي اتعملت في المغرب. اتعملت فين؟ في المغرب. فلما جينا نرسم كده الخريطة تمام هتلاقي ان الدولة الفاطمية اتعملت هنا. مين اللي عملها؟ الدولة الفاطمية دي اتعملت على يد واحد اسمه عبيد الله المهدي. طب اتعملت نسبة الى مين؟ نسبة الى السيدة فاطمة زوجة علي بن ابي طالب. وخلي بالك الدولة الفاطمية دول كانوا شيعة، تمام؟ على المذهب الشيعي. حلو. الدولة الفاطمية دي لما اتعملت في المغرب كانت هدفها ان هي عايزة تاخد الشام. ليه عايزة تاخد الشام؟ بسبب اهميتها الدينية، ان هي فيها بيت المقدس، تمام؟ وكمان عايزة تاخد الحجاز. ليه عايزة تاخد الحجاز؟ بسبب اهميته الدينية، ان هنا في ايه؟ في الكعبة الشريفة. حلو. فهو لما ياخد الشام وياخد الحجاز يبقى هو كده سيطر على العالم الاسلامي. طب هياخد الشام والحجاز ازاي؟ هياخدهم عن طريق ايه؟ عن طريق مصر. فكانت الدولة الفاطمية اللي عملها عبيد الله المهدي اللي معمولة في المغرب هدفها ان هي تيجي تاخد مصر علشان تستغل موقع مصر المتميز في ان هي تسيطر على الشام وتسيطر على الحجاز بسبب اهميتهم الدينيه. يبقى انا عرفت ان الدوله الفاطميه اللي هم الشيعه اللي اتعملت في المغرب هدفها تاخد مصر بسبب موقعها الجغرافي، علشان عايزه تستغل موقع مصر الجغرافي وتسيطر على الشام وتسيطر على الحجاز، وكمان بسبب قوه مصر الاقتصاديه، وان مصر دي او اقتصاد مصر هيأثر على اقتصاد الخلافه العباسيه. حلو. هي مصر دلوقتي تبع مين؟ هتقول لي والله يا مستر مصر دلوقتي تبع الخلافه العباسيه. ومين عايز ياخدها؟ اللي عايز ياخدها الفاطميين اللي هم في المغرب. طب هم لما يجوا من جهه الغرب او من جهه المغرب الاسلامي ويروحوا ياخدوا مصر كده هيخشوا في الصراع مع مين؟ مع الخلافه العباسيه. هل لما يخشوا في صراع مع الخلافه العباسيه الصراع ده بقول عليه ايه؟ الصراع ده بقول عليه صراع سياسي وصراع ديني. حلو. هل اول مره يحاولوا ياخدوا فيها مصر هينجحوا فعلا ان هم ياخدوها؟ لا، ده هم يا صديقي حاولوا كم مره؟ حاولوا 3 مرات. فشلوا بسبب ايه؟ فشلوا بسبب مقاومه الخلفاء العباسيين لهم. يبقى تاني، هل الفاطميين دول لما جم ياخدوا مصر خدوها من اول مره؟ لا يا مستر. ليه ما خدهاش من اول مره؟ بسبب مقاومه الخلفاء العباسيين. خدوها بعد المره الكام؟ بعد المره الثالثه. طب ايه اللي خلاهم ينجحوا بعد المره الثالثه؟ اللي خلاهم ينجحوا يا صديقي ان حصل اضطرابات سياسيه وعسكريه في مصر. ازاي؟ بيقول لك بعد وفاه محمد بن طغج الاخشيدي مسك بعديه كافور الاخشيدي، وبعد كافور الاخشيدي الدوله الاخشيديه ضعفت. لما الدوله الاخشيديه ضعفت حصل اضطرابات سياسيه وعسكريه في مصر. فده ساعدهم. ساعد مين؟ ساعد الدوله الفاطميه ان هي يبقى سهل عليها تروح تاخد ايه؟ تروح تاخد مصر. طب لما تاخد مصر هتستغل الموضوع ده في ايه؟ هتستغل ان هي كمان تسيطر على الشام وتسيطر على الحجاز. يبقى كده سيطرت على العالم الاسلامي. ولو جينا كده يا صديقي رجعنا للكتاب هتلاقيني كده كاتب لك تمهيد. ايه التمهيد؟ بص كده يا باشا معايا، كاتب لك شكل الصراع بين الدولة العباسية والدولة الفاطمية. وانا قلت لك الدولة الفاطمية هتخش في صراع مع الدولة العباسية لان الدولة الفاطمية عايزة تاخد مصر، ومصر دي تابعة للدولة العباسية. حلو. دي كانت مرحلة مهمة في تاريخ المسلمين، حيث كانت مصر حلم الفاطميين منذ اللحظة الأولى. ليه؟ لتكوين دولتهم. عايزين يكونوا دولتهم دي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة ان هم يسيطروا على الشام ويسيطروا على الحجاز. طب هم لما يسيطروا على الشام والحجاز مين اللي هيساعدهم ان هم يسيطروا عليهم؟ هم الاثنين مصر. فعشان كده عايزين يجي ياخدوا ايه؟
ياخدوا مصر. طب مين اللي هيجي ياخد مصر؟ واحد اسمه جوهر الصقلي. واحد اسمه ايه؟ جوهر الصقلي. وخلي بالك ده كان شغال حلواني، عشان كده بيقول لك اللي بنى مصر في الاساس كان حلواني. حلو. تعال نشوف بقى امتى جوهر الصقلي هياخد مصر. بيقول لك جوهر الصقلي هياخد مصر، قلت لك لما يحصل اضطرابات سياسيه وعسكريه في مصر. اللي هو امتى يعني؟ بعد وفاه مين؟ محمد بن طغج الإرشيدي. عانت مصر بص من الضعف والايه؟ والتدهور. فانتهز من الفرصه القائد، ده قائد خلي بالك مش الخليفه، ده قائد اسمه ايه؟ جوهر الصقلي. جوهر الصقلي هيبدا يخرج بجيش منين يا محترم؟ من القيروان. فين يا مستر القيروان دي؟ القيروان دي موجوده في تونس. يبقى الجيش خرج منين؟ خرج من تونس، من حته اسمها القيروان، يعني جاي من جهه الغرب. حلو. رايح فين؟ قدر يروح لحد الاسكندريه ويقدر يخش مصر سلما، يعني دخل مصر بدون ايه؟ بدون حرب. مين اللي دخلها؟ جوهر الصقلي. مين جوهر الصقلي؟ جوهر الصقلي ده قائد في الجيش الفاطمي. يبقى تاني جوهر الصقلي ده اللي ساعده ان هو يستولى على مصر، اللي ساعده ان حصل ضعف وحصل تدهور. يعني اللي ساعد جوهر الصقلي ان هو ياخد مصر، قول له الاضطرابات السياسيه والعسكريه في مصر. حلو. وكمان يدام الراجل ده جاي على مصر، يبقى الراجل ده عنده كفاءه سياسيه وعسكريه. حلو الكلام. الراجل ده خرج منين؟ خرج من القيروان. فين القيروان دي؟ في تونس. راح على فين؟ راح على الاسكندريه، مدينه ساحليه، وقدر يخش مصر سلما. ليه سلما؟ دخلها بدون قتال. ليه؟ لان احنا عارفين ان طبيعه الشعب المصري شعب مسالم، شعب اهم حاجه عنده ياكل وينام وشكرا. فهو جوهر الصقلي ده لما دخل قال لهم يا جدعان انتوا عندكم ضعف، انتوا عندكم تدهور. فهو انتهز حاجه زي كده ان هو يعمل صلح مع مين؟ مع المصريين. فالمصريين طلبوا منه ايه؟ المصريين طلبوا منه الامان. قالوا له بص يا عم الحاج، احنا اهم حاجه عندنا الامان، اهم حاجه ناكل وننام وشكرا على كده، هتعرف توفر لنا الامان؟ قال لهم ايه؟ رقبت يا باشا. فهنا جوهر الصقلي عمل صلح مع المصريين وقال لهم انا هوفر لكم الامان. وهنا يقدر يعمل على زوال سلطه مين؟ الدوله الإرشيدية والدوله العباسيه من مين؟ من مصر. ومصر دلوقتي هتبقى ولايه تابعه للدوله الايه؟ تابعه للدوله الفاطميه. يعني هيحصل تغيير في الوضع السياسي. امتى حصل تغيير في الوضع السياسي في مصر؟ لما قدر جوهر الصقلي يعمل صلح مع المصريين ويخش مصر سلما. ليه دخل سلما؟ لان المصريين رحبوا بيه. طب ليه رحبوا بيه؟ لان كان عندهم ضعف وكان عندهم ايه؟ تدهور. حلو. دلوقتي مين دخل مصر؟ جوهر الصقلي. قلت لك هل دي كانت اول مره يحاولوا ياخدوا مصر؟ قلت لك لا، حاولوا قبل كده ايه؟ 3 مرات. طب ليه فشلوا؟ فشلوا نتيجه تصدي القاده العباسيين لهم. خلي بالك عشان دي بتيجي في الاسئله. حلو. دلوقتي عرفت ان الدوله الفاطميه بقت تابعه لمصر. عايزين ناخد مراحل الدوله الفاطميه في مصر. بيقول لك مراحل الدوله الفاطميه هتمر ب3 مراحل. كم مرحله؟ 3. اول مرحله اسمها مرحله التاسيس والاستقرار. اول مرحله اسمها ايه؟ مرحله التاسيس والاستقرار. ماشي. المرحله الثانيه اسمها مرحله القوه. المرحله الثالثه اسمها مرحله الضعف. يبقى انا دلوقتي عرفت اللي دخل مصر كان القائد جوهر الصقلي، وما كانش اول مره يحاول ياخد مصر، ده هو حاول 3 مرات لكنه فشل بسبب تصدي القاده العباسيين. بدا يتحرك منين؟ بدا يتحرك من القيروان لحد ما وصل لحد فين؟ لحد الاسكندريه. هل دخل مصر عنوا يعني بالقوه؟ لا، دخلها صلحا. ليه دخلها صلحا؟ لان المصريين رحبوا بيه. طب ليه المصريين رحبوا بيه؟ بسبب الضعف والتدهور اللي حصل بعد وفاه محمد بن طغج الإرشيدي، يعني بسبب الاضطرابات السياسيه والعسكريه. حلو. طب الدوله دي لما تتعمل في مصر هتمر بكم مرحله؟ ب3 مراحل. مرحله التاسيس والاستقرار، مرحله القوه، مرحله الضعف. تعال نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا باول مرحله وهي مرحله التاسيس والاستقرار. ونبدا باول واحد وهو اللي فتح مصر وكان جوهر الايه؟ الصقلي. مين جوهر الصقلي ده يا مستر؟ جوهر الصقلي ده قائد. الراجل ده لما جه فتح مصر قدر يمسك مصر كام سنه؟ قدر يمسك مصر 3 سنوات. هل مسك مصر 3 سنوات كخليفه؟ لا، كوالي. مسكها كايه؟ كوالي على احدى الولايات الفاطميه. يعني انت قلت لك الدوله الفاطميه دي مقرها فين؟ مقرها في المغرب. قدرت تسيطر على ايه؟ قدرت تسيطر على مصر. يعني مصر بقت ولايه ضمن الدوله الفاطميه. مين بيحكمها؟ جوهر الصقلي.
يبقى جوهر الصقلي ده كان والي عند الخليفه. طب مين دلوقتي بقى خليفه الدوله الفاطميه؟ واحد اسمه المعز لدين الله الفاطمي. واحد اسمه ايه؟ المعز لدين الله الفاطمي. يبقى انا عرفت اللي فتح مصر كان جوهر الصقلي. جوهر الصقلي مسك مصر قد ايه؟ مسك مصر 3 سنوات. حلو. هل الراجل ده كان خليفه ولا كان والي؟ كان والي. كان والي عند مين؟ عند الخليفه. مين الخليفه؟ الخليفه اللي هو المعز لدين الله الفاطمي، اللي هو قاعد فين بقى؟ اللي قاعد في المغرب. حلو. جوهر الصقلي ده لما نزل مصر نزل في الفسطاط اللي كان بنيها عمرو بن العاص، وقدر يعمل عاصمه جديده لمصر وسماها القاهره. وده ما عمل عاصمه بلاها اهميه سياسيه وعسكريه. طب انت عملت مدينه القاهره ليه؟ قال لك لتكون مقرا لايه؟ لحكم الفاطميين في مصر، وكمان تكون عاصمه جديده لمصر. يبقى انا كده يا صديقي خدت كام عاصمه لمصر؟ هتقول لي والله يا مستر احنا اول عاصمه خدناها كانت الاسكندريه اللي كانت ايام الرومان، ودي كانت عاصمه ساحليه. بعد كده اتغيرت العاصمه على يد عمرو بن العاص لما بقت الفسطاط. سجل الكلام ده عندك. تالت حاجه بقت العاصمه حلوان على يد عبد العزيز ابن مروان في عصر الدوله الامويه. بعد كده العاصمه بقت اسمها القطائع في عصر الدوله الطولونيه. بعد كده العاصمه بقى اسمها العسكر في عصر الدوله الاخشيديه. دلوقتي العاصمه بقى اسمها القاهره في عصر الدوله ايه؟ الفاطميه. يبقى لما يجي يقول لك ايام الرومان العاصمه كانت ايه؟ الاسكندريه. ايام الخلفاء الراشدين العاصمه كانت ايه؟ هتقول له الفسطاط. ايام الدوله الامويه عاصمه مصر كانت ايه؟ هتقول له حلوان. الدوله الطولونيه عاصمه مصر كانت ايه؟ هتقول له القطائع. ايام الدوله الاخشيديه عاصمه مصر كانت ايه؟ كانت العسكر. ايام الدوله الفاطميه عاصمه مصر كانت ايه؟ كانت القاهره. يبقى انا عندي كام عاصمه؟ 5. حلو. دلوقتي جوهر الصقلي لما جه مصر وعمل العاصمه قدر يلغي تبعيه مصر للخلافه العباسيه. لما يجي لك سؤال، انقطعت صله العباسيين بمصر في عهد جوهر الصقلي. انقطعت الصله خلاص، مصر ما بقتش تابعه لمين؟ للخلافه العباسيه. حلو. مين لما اتاكد ان مصر ما بقتش تابعه للخلافه العباسيه جه مصر؟ الخليفه اللي هو مين؟ المعز لدين الله الفاطمي. بص بيقول لك ايه؟ عندما تاكد ان مصر ما بقتش تابعه لمين؟ مصر ما بقتش تابعه للخلافه العباسيه، وتاكد من توطيد يعني تثبيت دعائم ملكه اللي هو فين؟ في مصر، واستقرار الخلافه الايه؟ الفاطميه، وانقطاع ايه بقى؟ بص تبعيتها من الخلافه الايه؟ العباسيه. فهو هيجي لك سؤال يقول لك انقطعت صله اللهم صل على رسول الله مصر بالخلافه العباسيه في عهد مين؟ تقول له في عهد المعز لدين الله الفاطمي. لا، ده المعز لدين الله الفاطمي جه مصر لما اتاكد ان خلاص الصله ايه؟ انقطعت. فلما الصله انقطعت بين مصر وبين الخلافه العباسيه، من جه مصر؟ المعز لدين الله الايه؟ الفاطمي. يبقى امتى المعز لدين الله الفاطمي جه مصر؟ لما اتاكد من توطيد سلطه الدوله الفاطميه في مصر، لما اتاكد ان مصر خلاص ما بقتش تابعه للخلافه الايه؟ ما بقتش تابعه للخلافه العباسيه، فجه مصر. طب الراجل ده لما جه مصر عمل ايه؟ عمل 3 حاجات يا صديقي. اول حاجه عمل حكومه قويه، يعني اهتم بالجانب الاداري والسياسي. الحكومه دي عملت تغيرات ملموسه في المظاهر الدينيه، لان هم شيعه، احنا كنا سنه. وفي المظاهر الاجتماعيه طبعا المجتمع هيختلف، وكمان في المظاهر الايه؟ العلميه. حلو. وكمان جعل من مصر قلبا للعالم الاسلامي. ليه بقى قلبا للعالم الاسلامي؟ لانها خلاها مركز الدعوه الايه؟ الفاطميه. يعني يا محترم بقت دلوقتي مقر الدوله الفاطميه مصر، يعني اساس الدوله الفاطميه دلوقتي اللي هي الدوله الشيعيه فين؟ مصر. فمصر بقت قلبا للعالم الايه؟ الاسلامي. ليه؟ مصر بقت عاصمه العالم الاسلامي. مصر بقت عاصمه العالم الاسلامي. الاول كانت عاصمه العالم الاسلامي اول حاجه خالص ايام الخلفاء الراشدين كانت يثرب، بعد كده بقت الشام، بعد كده بقت بغداد اللي هي العراق. تمام. دلوقتي بقت عاصمه العالم الاسلامي ايه؟ مصر. ممكن يجي لك سؤال، ايام الخلفاء الراشدين عاصمه العالم الاسلامي كانت ايه؟ هتقول له يثرب. ايام الدوله الامويه عاصمه العالم الاسلامي ايه؟ هتقول له الشام اللي هي دمشق. عاصمه الدوله الاسلاميه ايام الدوله العباسيه هتقول له بغداد اللي هي العراق. طب عاصمه العالم الاسلامي ايام الدوله الفاطميه هتقول له مصر. حلو. بيقول لك الراجل ده قدر بقى يحقق اهدافه. ايه اهدافه؟ ان هو سيطر على الشام
وسيطر على حلب وسيطر على الحرمين، وكمان هو كان معاه العراق وكمان خد ايه؟ مصر. يبقى الراجل ده خد المغرب وخد مصر وخد الشام وخد حلب، حلب دي يعني اقصى شمال الشام، وكمان خد الايه؟ الحرمين. يعني سيطر على كام قاره هنا؟ هتقول لي المغرب ومصر دي افريقيا، الشام وعندك الحرمين دي اسيا. يبقى الراجل ده سيطر على اجزاء من قاره افريقيا واجزاء من قاره اسيا. ودي كده مرحله التاسيس، وتاسست الدوله الفاطميه في مصر، ومصر بقت عاصمه العالم الاسلامي على يد المعز لدين الله الفاطمي. طب مين اللي عمل العاصمه اللي هي القاهره؟ جوهر الصقلي. خش تاني حاجه على مرحله القوه، ومرحله القوه هناخد 3 حكام، واحد اسمه العزيز بالله، واحد اسمه الحاكم بأمر الله، واحد اسمه المستنصر بالله. وبالله عليك ركز تاني، هناخد كام واحد في مرحلة القوة؟ 3. واحد اسمه العزيز بالله، واحد اسمه الحاكم بأمر الله، واحد اسمه المستنصر بالله. نبدأ بأول واحد وهو العزيز بالله. بيقول لك يا محترم إن العزيز بالله ده مسك الخلافة بعد أبوه. مين أبوه؟ اللي هو المعز لدين الله الفاطمي. طب عمل إيه العزيز بالله ده؟ رقم 1، نجح في هزيمة القرامطة. القرامطة؟ ايه يا مستر القرامطة دول جماعة كانوا موجودين في شرق شبه الجزيرة العربية، وعملوا حركة انفصالية عن الدولة الفاطمية، يعني ما كانوش عايزين يتبعوا الدولة الفاطمية، وقدروا كمان يسرقوا الحجر الأسود بتاع الكعبة، وكانوا عاملين جرائم في الدولة الإسلامية، وكانوا عاملين يدبحوا في الناس والكلام ده. مين اللي قدر يهزمهم؟ العزيز بالله. دي كانت دولة كده انفصالية عايزة تنفصل عن العالم الإسلامي، وقدروا يسرقوا الكلام ده. حلو. عمل ايه تاني؟ اهتم كمان اسمع بالشام وشؤونها، وحارب البيزنطيين فين؟ في حلب. يبقى الراجل ده كان بيستخدم اسلوب سياسي واسلوب عسكري، ان هو هزم القرامطه، اهتم بالشام، وكمان حارب البيزنطيين فين؟ في حلب. اسمع، عمل حاجه كمان اهتم كمان بحركه الانشاء والتعمير، يعني اهتم بالجانب العمراني. يعني بيفكرني كده بعبد العزيز ابن مروان في عصر الدوله الامويه. فممكن اقول لك ايه القاسم المشترك بين العزيز بالله وعبد العزيز ابن مروان؟ قول له القاسم المشترك ان هما الاثنين اهتموا بالجانب الايه؟ هما الاثنين اهتموا بالجانب العمراني. طب ده لما اهتم بالجانب العمراني عمل ايه؟ عمل قصر اسمه قصر الذهب، وده في القاهره. عمل قصور فين؟ في عين شمس. عمل جامع اسمه جامع القرافه او جامع الاولياء. ومعنى ان هو يعمل ال3 حاجات دول، عارف يدلوا على ايه؟ قول له يدلوا على ازدهار الحاله الاقتصاديه لايه؟ لمصر. ان الحاله الاقتصاديه في مصر كانت كويسه، والدليل ان هو عمل كذا قصر وكمان عمل جامع، او يتم الجانب الايه؟ العمراني. يبقى هنا العزيز بالله عمل كام حاجه؟ اول حاجه هزم القرامطه، ودول كانوا جماعه عايزين ينفصلوا عن الدوله الفاطميه. تاني حاجه اهتم بالشام وشؤونها. تالت حاجه حارب البيزنطيين. انا ما قلتلكش هزم البيزنطيين، انا قلت لك حاربهم فين؟ حاربهم في حلب. بعد كده عمل ايه؟ اهتم بالجانب العمراني، وده لو ده اللي هيدل عليه على ازدهار الحاله الاقتصاديه في عهد العزيز بالله او في مصر. حلو. نيجي نخش على الملك الثاني اللي كان في مرحله القوه، وهو الحاكم بامر الله. والحاكم بامر الله ده مسك بعد والده. مين والده؟ العزيز بالله. يعني الحاكم بامر الله ابن العزيز بالله. حلو. يعني كده انا عرفت ان الحكم عندهم ايه؟ وراثيا. ليه؟ لان الاول كان المعز لدين الله الفاطمي، بعد كده جه العزيز بالله، بعد كده جه الحاكم بامر الله. حلو. اسمع محترم، بقول لك الراجل ده لما جه كان صغير في السن، ولما كان صغير في السن اللي مسكت عليه وصيه كانت اخته اللي هي كان اسمها ست الملك. اسمها ايه؟ ست الملك. حلو. الراجل ده كان عنده انفصام في الشخصيه. ليه عنده انفصام في الشخصيه يا مستر؟ الراجل ده محترم كان غريب، كان شويه تلاقيه شجاع، وشويه تلاقيه جبان، شويه تلاقيه في شده، شويه تلاقيه لين، شويه يخرج للشعب يدي قرارات صارمه، شويه يخرج للشعب يقول لهم انتوا حبايبي، شويه يخرج يقول للشعب انا هفرض عليكم ضرايب، شويه كمان يقول لهم يا جدعان انا هديكم مكافئات. فكان عنده انفصام ايه؟ في الشخصيه. بس رغم ذلك قدر ان هو يسيطر على البلد ويحقق اقرار ايه؟ امن، ويقضي على الفوضى اللي فين؟ اللي في بلده اللي حصلت في اوائل ايه؟ عهده. برغم ان هو كان عنده انفصام في الشخصيه، رغم ان هو كان عنده انفصام في الشخصيه، الا ان هو قدر يسيطر على البلد ويحقق فيها استقرار امن، ويحقق فيها استقرار دائم. حلو. بعد كده جه المستنصر بالله. المستنصر بالله ده مسك
بعد ابيه اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه الظاهر لاعزاز دين الله. بالله عليك ركز، يبقى انا كان اول واحد عندي العزيز بالله، تاني واحد كان الحاكم بامر الله، تالت حاجه المستنصر بالله ابن الظاهر لاعزاز دين الله. حلو، اسمع بقى عشان المستنصر بالله ده في كام معلومه مهمه. بيقول لك في بدايه حكمه بسط سيطرته على الدوله، قدر يسيطر على الدوله ومد نفوذه يعني توسع خارجيا على بلاد الشام، حلو، والحجاز يعني ده قاره اسيا، ماشي، وكمان راح جزيره صقليه. جزيره صقليه دي جزيره في البحر الايه؟ في البحر المتوسط، بقول عليها موجوده في جنوب غرب اوروبا، يعني وصل لقاره اوروبا. وكمان سيطر على شمال افريقيا، يعني سيطر على قاره افريقيا. يعني توسع في كم قاره المستنصر بالله؟ توسع في 3 قارات، توسع في قاره اسيا، توسع في قاره افريقيا، وكمان توسع في قاره اوروبا. يبقى المعلم ده توسع في 3 قارات. فيجي لك سؤال، اقصى اتساع للدوله الفاطميه كان في عصر المستنصر بالله. ليه؟ لانها توسع في كم قاره؟ 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا. حلو. طب ليه توسع في اوروبا لما راح جزيره صقليه؟ يعني توسع بحري، ودام راح خد جزيره يبقى الراجل ده كان عنده اسطول بحري قوي. كان عنده ايه؟ اسطول بحري قوي. حلو، اسمع. هل سكت على كده؟ قال لك لا، ده راح كمان عمل على استماله القائد العباسي مين؟ ارسلان البساسيري، يعني كان راجل سياسي. راح للقائد العباسي اللي هو في بغداد وخلاه يقف جنبه، قال له ولا ارسلان يا بساسيري، انا عايزك تبقى خاضع ليا، عايزك في المنابر كل خطبه كده تقف في المنابر في الجوامع وتشكر في الخليفه الفاطمي اللي هو مين؟ المستنصر بالله، وتقول هو اللي مأكلنا، هو اللي مشربنا، وتخلي الشعب اللي في بغداد اللي تابعين للدوله العباسيه يحبوني انا. مين اللي هيعمل كده؟ المستنصر بالله. يبقى عمل على استماره ارسلان البساسيري. ومعنى ان ارسلان البساسيري يعمل على الخطبه في المنابر ويشكر في الخليفه الفاطمي، ده لو دل هيدل على ضعف الخلافه العباسيه. ليه؟ انت لك ان تتخيل ان واحد يكون في العاصمه بتاعتك ويشكر في عدوك؟ يبقى ده لو دل هيدل على ضعفك. ارسلان البساسيري ده كان قائد في الجيش العباسي، راح يا محترم بغداد يشكر في الخليفه الفاطمي اللي هي اصلا عدوه مين؟ عدوه الدوله العباسيه. بس قدر اللي يلحق الموضوع الناس اسمهم السلاجقه. مين السلاجقه دول؟ جماعه مسلمين اتراك كانوا تابعين للدوله العباسيه وكانوا عايزين يقضوا على الدوله الفاطميه. يعني دول كده كانوا اتراك مسلمين عايزين يقضوا على الدوله ايه؟ على الدوله الفاطميه. دول يا محترم قدروا يقضوا على مين؟ ارسلان البساسيري، ويرجعوا للخلافه العباسيه هيبتها وما يخلوش ارسلان البساسيري يشكر تاني في الخليفه الايه؟ في الخليفه الفاطمي. حلو. انا شايف كده ان عهد المستنصر بالله حاجه كويسه، قدر يسيطر على 3 قارات، قدر يستخدم اسلوب السياسي لما قرب منه ارسلان البساسيري، وكمان يخطب له في المنابر على عاصمه ايه؟ بغداد. فده اللي هيدل على مين؟ قوه المستنصر بالله. بس احنا دايما عارفين ان الحلو ما بيكملش، ويحصل محترم مجاعه، ويحصل ازمه اقتصاديه، ومنسوب النيل يقل، مستوى النيل يقل، فبالتالي ما يكونش فيه زراعه ولا يكون فيه حاجه، فيحصل شده بقول عليها الشده المستنصريه، ودي ادت الى المجاعه، وكمان الاوبئه والامراض والطاعون، وده مرض جلدي بيموت الواحد. صليتوا على النبي. هنا مصر بقى فيه مجاعه، هنا مصر بقى ايه؟ بقى فيها مجاعه، لدرجه ان الناس حرفيا كانوا بياكلوا ببعض. ممكن تلاقي واحد ماسك بني ادم بياكله عادي، ده كان بيحصل بسبب المجاعه وبسبب الاوبئه وبسبب ان ما كانش فيه اكل ولا كان فيه شرب ولا فيه اي حاجه. والدليل على كده ان المعلم ده امه كان اسمها رصد، ودي اصلا كانت مسيطره على الحكم، كان اسمها رصد، وخدت بناته ومشيت راحت بغداد هربت. فده لو دل هيدل على عمق الازمه، ان الازمه كانت كبيره جدا، والدليل ان امه وبناته سابوا مصر ومشوا. راحوا فين؟ راحوا بغداد. حلو. عايز اقول لك ان الواد ده مستنصر بالله ده كان عيل صغير، ما كانش هو اللي مسيطر على الحكم، كان القرارات بتطلع من امه. يعني رغم ان هو كان هو السلطان بس ملوش سلطات كامله، مين اللي بتتحكم في الحكم؟ كانت امه اللي هي كان اسمها رصد. لما حصلت مجاعه امه سابته ومشيت، فلما امه سابته ومشيت خلاص ما بقاش يدي قرارات، فمصر بدات ايه؟ بدات تضعف في عهد مين؟ المستنصر بالله. يبقى في عهد المستنصر بالله
يتسم عصره بالتناقض. يعني ايه بالتناقض؟ يعني حصل حاجه وعكسها، كان في بدايه حكمه قوي، في اواخر حكمه كان ضعيف. ليه بقى ضعيف؟ بسبب الازمه الاقتصاديه، وامه وبناته مشوا فما بقاش حد يحكم، ما بقاش حد عارف يديله قرارات. انا هعمل ايه يا جدعان؟ سبتوني لوحدي. فبقى الدنيا خربت، فبدانا نخش في مرحله ضعف. يبقى ليه دخلنا في مرحله ضعف؟ بسبب الازمه الاقتصاديه اللي حصلت في اواخر عهد مين؟ المستنصر بالله، وسميت بالشده المستنصريه. حلو يا محترم. وامه واخواته سابوه ايه؟ ومشوا. فدخلنا في مرحله ضعف بدءا من خليفه اسمه الخليفه الايه؟ المستعلم ايه؟ بالله. بص بقى محترم، عشان اشرح لك مرحله الضعف دي محتاجك كده تركز معايا. صليتوا على النبي. انا دلوقتي هكلمك على مرحله الايه؟ مرحله الضعف. بص يا باشا، مرحله الضعف بدات لما الخلفاء بتوع الدوله الفاطميه ضعفوا. لما الخلفاء بتوع الدوله الفاطميه ضعفوا، مين اللي هيسيطر ويبقى ليه كلمه؟ الوزراء. فبداوا الخلفاء دول يعملوا الدسائس والمؤامرات على مين؟ على الوزراء. لك ان تتخيل انك انت تكون الخليفه بس مش قادر تسيطر على الوزير اللي هو تحت منك، مش قادر تمشي عليه كلام. فما انت مش قادر تمشي عليه كلام، فبتعمل عليه دسائس، يعني تتكلم عليه في ظهره، وتعمل عليه مؤامرات، يعني حاجات من ورا ظهره. ليه؟ خاف منه. انا مش قادر امشي كلام على مين؟ على الوزير. فهنا الوزراء ارتفعت مكانتهم بسبب ايه؟ بسبب ضعف الخلفاء الايه؟ الفاطميين. طب لما اجي اقول لك كان الخلفاء الفاطميين يعملوا على الدسائس والمؤامرات على الوزراء، ده لو ده اللي هيدل على ايه؟ قول له ده لو ده اللي هيدل على ضعف ايه؟ ضعف الخلافه الفاطميه. حلو. بيقول لك بقى الوزراء دول كانوا بيتخانقوا على المنصب. منصب ايه؟ منصب الوزير. طب هو دلوقتي يا مستر انهي اعلى؟ منصب الوزير ولا منصب الخليفه؟ اقول لك طبعا منصب الخليفه. بس هنا الناس كانت بتتخانق على منصب الوزراء لان هم شايفين عمرهم ما يكونوا خليفه. ليه؟ لان الخليفه ده له مكانه دينيه، فاحنا ما نقدرش نشيل الخليفه، احنا نسيب الخليفه زي ما هو، بس ما ناخدش منه قرارات سياسيه. احنا اللي نتحكم في الدوله ايه؟ نتحكم في الدوله السياسيه. فالصراع اللي حصل بين الوزراء على منصب الوزراء، لان هم قالوا ايه؟ انا مش عايز ابقى خليفه، لو بقيت خليفه هيبقى معايا سلطه دينيه وسلطه سياسيه. انا مش عايز السلطه الدينيه، خلي السلطه الدينيه للخليفه زي ما هو، بس الخليفه ده مش هيبقى ليه ايه؟ مش هيبقى ليه لازمه من الناحيه السياسيه. مين اللي هيمسك البلد من الناحيه السياسيه؟ الوزراء. فحصل صراع بين الايه؟ بين الوزراء. الصراع اللي هيحصل بين الوزراء ده بقول عليه اضطراب داخلي او نزاعات داخليه. حلو. حصل صراع بين الوزراء، وزير اسمه شاور، وزير اسمه درغام. يبقى صراع بين مين ومين؟ بين شاور ودرغام. اسمع. الصراع ده هيؤدي لايه؟ الصراع ده هيؤدي ان كل واحد هيستعين بقوه خارجيه. حلو. المعلم شاور ده هيستعين بقوه من الشام. المعلم درغام ده هيستعين بقوه من برضك الشام، بس هيستعين من البيزنطيين. ده هيستعين بمين؟ ده هيستعين بواحد اسمه، اسمع بالله عليك، نور الدين محمود. ونور الدين محمود كان عامل دولة في الشام كده، كان اسمها الدولة الزنكية، ودي هتاخدها ان شاء الله في الدرس الرابع. حلو. نور الدين محمود ده كان عايز يحقق امال ابوه اللي هو كان اسمه عماد الدين زنكي، وان هو يقضي على البيزنطيين او الصليبيين. حلو. فهنا شاور لما استعان بنور الدين محمود قال له يا نور، عايزك تيجي مصر او تبعت لي قوات في مصر علشان اقضي على مين؟ على درغام. في نفس الوقت درغام راح للبيزنطيين، راح لواحد اسمه عموري. مين عموري ده؟ كان ملك بيت المقدس. قال له يا عموري، عايزك تبعت لي قوات مصر عشان برضو قاضي على مين؟ على شاور. يوم عموري ده يستعين بالبيزنطيين، والبيزنطيين يبعتوا جيش مصر. حلو. ونور الدين محمود يبعت جيش لمصر. الجيش اللي نور الدين محمود كان بقيادة مين؟ كان بقيادة واحد اسمه أسد الدين شيلوكو وصلاح الدين الأيوبي. دلوقتي هيحصل معركة في مصر بين مين ومين؟ بين شاور ودرغام. شاور جايب مين؟ شاور جايب أسد الدين شيلوكو وصلاح الدين الأيوبي. مين بعتهم له؟ نور الدين محمود. مين نور الدين محمود؟ تبع دولة اسمها الدولة الزنكية. فين؟ في الشام.
وعندك درغام هيستعين بعموري، وعموري هيجيب بيزنطيين، تمام، وهيستعين بالصليبيين كمان، وان هم يجوا مصر عشان يخشوا في حرب. هيخشوا مع بعض في حرب فين بقى؟ هيخشوا مع بعض حرب في بلبيس يعني في الصحراء، وفي اسكندريه، يعني حرب بحريه وحرب بريه. هيخشوا في معركه ايه؟ بريه في بلبيس الصحراء الشرقيه، وحرب بحريه اللي هي في اسكندريه. الحرب دي هتنتهي على ايه؟ اللي هتنتهي على مين يكسب؟ الفريق بتاع شاور. يعني مين اللي يكسب؟ اسد الدين شيركو وصلاح الدين الايوبي. مين يتهزم؟ عموري. طب اسالك سؤال، هو ليه عموري ساعد درغام؟ هل حبا في درغام؟ لا، ده هو ساعده عشان عموري ده كان عنده طموحات شخصيه، عموري ده كان عايز يسيطر على مصر. يبقى عموري لما جه ما كانش جاي حبا في درغام، ده كان جاي بسبب اهدافه الخاصه او اهدافه الشخصيه. حلو. وكذلك برضو نور الدين محمود. نور الدين محمود كان هدفه ان هو عايز يقضي على الصليبيين، فكان شايف عشان يقضي على الصليبيين لازم يسيطر على مصر. علشان كده برضو ساعد مين؟ علشان كده برضو ساعد شاور. يبقى قوات نور الدين محمود وقوات عموري جم مصر لتحقيق اهداف شخصيه او لتحقيق اهداف خاصه. طب دلوقتي مين اللي كسب؟ اللي كسب اسد الدين شيركو وصلاح الدين الايوبي. بعد ما كسبوا جه الخليفه الفاطمي اللي هو كان اسمه ايه بقى؟ كان اسمه العاضد. الخليفه العاضد ده لقى ان مين قدر يسيطر على الحرب؟ اسد الدين شيركو. اما عين مين على مصر والي؟ اسد الدين شيركو. طب ليه عينه؟ عينه بسبب دوره في القضاء على قوات مين؟ درغام. حلو. وممكن يقول لك ان هو عينه بسبب ان العاضد ده كان عايز يحافظ على استقرار الدوله. راح معين مين؟ اسد الدين شيركو. بيقول لك اسد الدين شيركو ده يموت. لما اسد الدين شيركو يموت مين يمسك مكانه؟ صلاح الدين الايوبي. لما صلاح الدين الايوبي يمسك هيقدر صلاح الدين الايوبي ان هو يقضي على الدوله الفاطميه ويعمل دوله جديده اللي هي الدوله الايوبيه، ويرجع تاني وحده العالم الاسلامي ونفضل على مذهب السنه. فيجي لك سؤال، النتائج النهائيه اخر حاجه خالص حصلت بعد الصراع بين الوزراء، ايه النتائج النهائيه؟ ان مين كسب؟ صلاح الدين الايوبي. يعني كانت لصالح مين؟ لصالح صلاح الدين الايوبي. ما تجيش يقول لك النتائج النهائيه لمين؟ تقول له لشاور. شاور ده مات اصلا. النتائج النهائيه اخر حاجه مين مسك مصر؟ صلاح الدين الايوبي، وقدر يرجع الوحده للعالم الايه؟ الاسلامي. ومين يا محترم يمسك مصر؟ صلاح الدين الايوبي، ويعمل دوله جديده اللي هي الدوله الايوبيه. فلما جينا نرجع كده للكتاب بتاعنا، بص كده يا محترم، هو بيقول لك بص، ضعف الخلفاء وتسلط مين؟ الوزراء. بيقول لك ضعف الخلفاء بعد عهد المستنصر وتسلط الوزراء على الحكم. الوزراء عايزين يمسكوا الحكم. الامر الذي جعل الخلفاء يشتركون فين؟ في المؤامرات والدسائس. معنى ان الخلفاء يعملوا مؤامرات ودسائس، ده لو ده اللي هيدل على ضعف مين؟ على ضعف الخلفاء. بص، وكان صراع الوزراء على كرسي الايه؟ الوزاره صراعا مرينا مثل الصراع بين الايه؟ الوزرين اللي هو شاور وايه؟ ودرغام. يعني خلي بالك الوزراء دلوقتي بيتخانقوا على كرسي الوزاره وليس كرسي الخلافه. ليه؟ بسبب ان الخليفه ده له مكانه دينيه. حلو. ايه اللي حصل؟ استعانوا بقوه خارجيه. بص بيقول لك نتيجه الصراع اللي دار بين شاور ودرغام لجأوا بالاستعانه بالقوه الايه؟ الخارجيه. عندك شاور استعان بقوات نور الدين محمود، وده كان تبع الدوله الزنكيه في الشام، وكان هدفه يقضي على الصليبيين. ودرغام استعان بعموري. عموري ده ملك بيت المقدس، وده كان صليبي، فده استعان بمين؟ بالبيزنطيين. ومن هنا بدأ تدخل القوى الايه؟ الخارجيه في شؤون الدوله الفاطميه، ممثله في نور الدين محمود وممثله في عموري، والاثنين اصلا لهم اهداف شخصيه عايزين يسيطروا على مصر. حلو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دارت معارك بين اسد الدين شيركو وصلاح الدين الايوبي والصليبيين. قامت معركه بريه بلبيس، وقامت معركه بحريه في الاسكندريه. انتهت يا محترم اللي كسب اللهم صل على رسول الله اسد الدين ايه؟ شيركو. انتهت بانسحاب مين؟ عموري بجيشه. ليه عموري انسحب؟ عموري انسحب بسبب قوه جيش مين؟ نور الدين محمود. حلو. وتمركزت قوات نور الدين محمود في مصر، وتولى اسد الدين شيركو الايه؟ الوزاره. يبقى مين مسك الوزاره في الاخر؟ مش شاور مات. اللي مسك الوزاره في الاخر اسد الدين شيركو. حلو. بعد كده بص بيقول لك ايه؟ بعد وفاه اسد الدين شيركو
جه الخليفه اللي هو الخليفه العاضد بالله، مسك الوزاره لمين؟ لصلاح الدين الايوبي، عشان يحافظ على استقرار الدوله وعلشان دوره في القضاء على القوى الخارجيه. بعد كده المعلم ده لما قدر يمسك زمام الحكم قدر يسيطر على الخلافه الفاطميه ويلغي الدوله الفاطميه ويعمل دوله جديده اسمها الدوله الايوبيه، ويعمل على ارجاع الوحده الاسلاميه مرة أخرى. يبقى مين رجع الوحدة الإسلامية؟ صلاح الدين الأيوبي. بعد ما عمل إيه؟ بعد ما قضى على الخلافة الفاطمية. وبإذن الله نشرح الدرس الرابع في فيديو جديد اللي هو مصر في عصري الأيوبيين والمماليك، وده من أهم الدروس عندك في المنهج بإذن الله. وإن شاء الله أشوفك في حصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.